بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أعاننا على طرد عدونا هدام العراق، والحمد لله والحمد لله والحمد لله الذي يسر لنا أمر العودة إلى وطننا الحبيب، إلى أهلنا وإخواننا. ويسرني وبهذه المناسبة أن أنقل إلى إخواني وإلى أخواتي تحيات قائدنا وراعي نهضتنا حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله. وأود أيضا أن أنتهز هذه المناسبة لأسجل للأخوة والأخوات الذين رفضوا الاحتلال وأصروا على مقاومته بالعمل الجاد، ليس بالكلمة بل بالعمل. وقد أثار هذا الموقف أثار إعجاب وتقدير جميع شعوب العالم. لقد ظن هدام العراق عندما يأتي بقواته المسلحة ظن أنه يستطيع أن يحتل إرادة شعب الكويت وعزيمة شعب الكويت، ونسى وأراد أن يتناسى أيضا بأن هذا الشعب الصغير في مساحة أرضه الصغير في تعداد سكانه، هذا الشعب كبير في آماله وعظيم في طموحاته. أعلن العالم بأنه يرفض الاحتلال ويرفض التعاون مع القوات العراقية الغازية. استعمل صدام كل الوسائل، حاول بهذه الوسائل أن يجد من يتعاون معه، ولكن الأخوة والأخوات كان شعارهم دائما الرفض والرفض والرفض. وبعد ذلك رجع إلى أسلوب البطش، أسلوب الإرهاب، أسلوب التعذيب. وقد تحدث الناس خارج الكويت عن هذه الأساليب
التي استعملها وطبقها هدام العراق أراد أن يخيف الأخوة والأخوات هنا أبناء بلدي، ولكنه بالرغم من كل الوسائل وأساليب البطش أيضا فشلت، لأنه لم يجد من أبناء الكويت هنا في الداخل إلا مزيدا من الصمود، مزيدا من الكفاح، مزيدا من النضال. وأنني هنا في هذا المكان أنحني إعجابا وتقديرا وإكبارا للأخوة والأخوات الذين عملوا من أجل إجبار القوات العراق الغازية على أن تنسحب من أرضنا الطيبة. لقد أجمع العالم بأسره، وتمثل هذا الإجماع بقرارات مجلس الأمن التي أدانت العدوان العراقي على الكويت، وطالبت هدام العراق بأن ينسحب أو بأن يسحب قواته وفورا من جميع الأراضي الكويتية، وأن تعود السلطة الشرعية. واستطاع أو اعتقد هدام العراق بأنه يستطيع مع مرور الوقت أن يجد مخرجا يعينه على عدم تنفيذ هذه القرارات، ولكن إن العالم لا يمكن لا في الحاضر ولا في المستقبل أن يقبل مثل هذا الغزو القادر على شعب صغير مسالم. واجتمع مجلس الأمن واتخذ قرارا، القرار 778 الذي 678 الذي يطالب صدام بسحب قواته أو بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن، وإلا سوف تستعمل دول مجلس الأمن كل وسائل لإجباره والضغط عليه بسحب قواته من الكويت. وكلكم تابعتم نشاط الدول الصغيرة، الدول الصديقة، بدءا بالدول الشقيقة والدول الإسلامية والدول الصديقة، كلها استجابت بتنفيذ قرارات مجلس الأمن. وأنا هنا يسعدني أن أسجل الشكر والتقدير للأشقاء والأصدقاء رؤساء الدول وحكومات وشعوب هذه الدول التي وقفت معنا وطردت القوات العراقية. واليوم يحق للجميع أن نفرح وأن نبتهج بعودتنا جميعا لقاء المحبة ولقاء التفاهم
ولقاء التعاون لبناء بلدنا العزيز في كل ميدان. إخواني وأخواتي، أن الظروف القادمة الآتية وما ينتظرنا جميعا من أعمال كثيرة وكبيرة في مختلف الميادين، هذه الأعمال وهذه المسؤوليات تتطلب منا جميعا مزيدا من وحدة الكلمة، مزيدا من التعاون، وأن نستمر السير في الطريق لإنجاز هذه المهمات، مسترشدين دائما بتوجيهات قائد نهضتنا حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله. ونذكر جميعا قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. وشكرا أيها الأخوة.